مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يقدمها لكم محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا يلقي كلمة في مؤتمر المناخ. اختتام منافسات الكتاب التي نظمها الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. السيطرة على أسراب الجراد في مديرية الرعتة. هجوم ب3 صواريخ يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد. أسبانيا تطرد 2 من موظفي السفارة الأمريكية. زلزال بقوة 5.8 درجة يهز وسط العاصمة المكسيكية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. ألقى وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي كلمة في مؤتمر المناخ 28 المنعقد في دبي بالأمارات العربية المتحدة توضح موقف ومبادئ إريتريا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي ووسائل مكافحته. وذكر الوزير تسفاي في الجلسة التي عقدت اليوم 9 من ديسمبر أهمية المؤتمر وآنيته، وقال لقد كان العالم يتنبأ منذ فترة طويلة على نحو مقلق بالعواقب المحفوفة بالمخاطر الناجمة عن الاحتباس الحراري العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية، والتي قد تشكل تهديدا وجوديا في قيام التدابير العلاجية القوية. وأشار إلى ارتفاع الحرارة التي شهدتها هذه السنة، وقال أن الانبعاثات الصادرة عن إريتريا لا تذكر ولا أهمية لها بكل المقاييس. ومع ذلك وباعتبارنا إحدى البلدان الإفريقية الواقعة جنوب منطقة الصحراء الكبرى حيث يتفشى زحف الصحراء، فإننا من بين البلدان الأكثر تأثرا بالاحتباس الحراري العالمي وتغير المناخ. وقد انخرطنا في مواجهة هذا التحدي الكبير لإيجاد حلول قائمة على أنشطة استعادة النظام البيئي المرتكز على الطبيعة. وأشار الوزير تسفاي إلى ضرورة القيام باستثمارات كبيرة لاستبدال محطات الطاقة الحرارية بالطاقة المتجددة في جهودها لتطوير ونماء اقتصادها، مشددا على أهمية دعم الشركاء في هذا المجال. وقال أن سياسات الدول المتقدمة تسترشد بالمصالح الوطنية الضيقة ولا تراعي تحديات وأولويات العالم النامي، موضحا صعوبة فهم الأسباب والحجج التي استخدمها العالم المتقدم لتغطية فشله في تحمل مسؤولياته الأخلاقية في الحد من الانبعاثات الغازية. وأشار إلى أن إريتريا تضم صوتها إلى الأطراف التي تحث بقوة البلدان المتقدمة على أخذ قضية تغير المناخ العالمي على محمل الجد والالتزام بمسؤوليتها الأخلاقية. وكان وفد إريتريا برئاسة وزير الأراضي والمياه والبيئة المشارك في مؤتمر المناخ 28 الذي تنظمه الأمم المتحدة قد شارك في الاجتماع 15 لتبادل تجارب الدول في مكافحة التغير المناخي وشرح أنشطة التنمية الخضراء التي تقوم بها إريتريا بالقدرات الذاتية. نظم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية منافسات الكتابة بالتعاون مع شركائه تحت شعار الاستثمار في المرأة لمستقبل مشرق. تركزت المسابقة على الأنشطة الرامية إلى تمكين المرأة وضمان المساواة. وأوضحت مسؤولة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد السيدة سناية محاري في المناسبة التي حضرتها رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفاء ميكائيل والمسؤولون في الحكومة وممثلي منظمات الأمم المتحدة. أوضحت أن الهدف من المنافسة عكس الأنشطة الجارية في جميع أنحاء البلاد بطريقة فنية من أجل مساواة كاملة. تم تقديم 26 مكتوبا في المنافسة باللغتين التجرينجية والإنجليزية. وقال منسق مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا السيد أنيس شوما والسيد كيتا أوهاشي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في إريتريا أن إريتريا خطت خطوات كبيرة في قضية المساواة ومشاركة المرأة، وستساهم المنافسة بشكل كبير في القضاء على العادات الضارة. وتم في الختام توزيع الجوائز على 3 فائزين، كما تم توزيع حوافز على 8 آخرين. تم التسيطر على أسراب الجراد في مديرية الرعتة عبر حملة الرش بدعم السيارات يومي 2 و3 من ديسمبر. وأوضح مكتب الزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر أن التنسيق بين المهنيين الزراعيين والشعب كان عاليا للسيطرة على الجراد الذي انتشر في مساحة 25 هكتارا بضواحي قريتي سبدعتة ومدري. من جهة أخرى نظم قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية على استخدام المبيدات وإدارتها للمزارعين وعمال المؤسسات الحكومية في مديرية جنوب دنكاليا. وأوضح مسؤول القسم السيد سامي الأسملاش أن التدريب يهدف إلى رفع وعي المزارعين والتعامل مع المبيدات الزراعية وآثارها بصورة رشيدة والحد من الأمراض العابرة للحدود.
وذكر بأن سلامة أغذية الحليب والبيض وغيرها من المواد الغذائية من مسؤولية كل مواطن. أفادت إدارة بلدة أسندة حاضرة مديرية أسماط أن الخريطة السكنية للبلدة الصادرة عام 2011 وأخذت شكلها النهائي عام 2019 خلقت دافعا قويا لتطوير البلدة. وأوضح مدير بلدة أسندة السيد عمر محمد علي لوكالة الرينا توزيع الأراضي لمن استوفوا الشروط المطلوبة وفقا للخطة السكنية. من ناحية أخرى ذكر السيد عمر أن شركة الكهرباء أجرت دراسة لربط الخدمات الكهربائية المحدودة التي تقدمها المولدات بشبكة الكهرباء الوطنية وحفر بئر لضمان مصادر مياه الشرب، وستجرى عملية مد خطوط الأنابيب قريبا. وأشار إلى ارتفاع عدد المرافق الخدمية والمتاجر في البلدة، كما توجد فيها مؤسسات تعليمية من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية ومركز صحي وخدمات مواصلات حارات في خط كرن أسماط، وكذا خدمات اتصالات شركة الريتيل. كرمت مدارس تكلي عقبة ومنابز رأي وسعد كريستيان الثانوية في مديرية بريخ 10 معلمين مثاليين و52 طالبا بينهم 30 طالبة ممن حققوا نتائج ممتازة في امتحان الشهادة الوطنية الثانوية في العام الدراسي 2022-2023. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ فستهاي سقاي في مراسم التكريم في 9 ديسمبر أن الهدف من ذلك هو إحداث تأثير من خلال مكافأة المعلمين المثاليين وحث المعلمين الآخرين وطلابهم على السير في خطاهم. وقال مسؤول وحدة المدارس الثانوية في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سلمون أن الجائزة التحفيزية المقدمة ستخلق دافع لزيادة نسبة النجاح المسجلة على مستوى المديرية. ودعا مدير مديرية بريخ السيد تسفو فيساسيون إلى زيادة دور ومساهمة جميع شرائح المجتمع لدعم جهود وزارة التعليم لتنشئة طلاب قادرين على المنافسة. وتم توزيع الميداليات والشهادات على جميع الفائزين إضافة إلى أجهزة لوحية على الطلاب الحاصلين على الدرجات الكاملة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أفاد مسؤول عسكري عراقي لوكالة فرانس بريس أن 3 صواريخ استهدفت السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد قبل أن تسقط في محيط هذا الحي المحصن الذي يضم سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية عراقية. وأكد مسؤول عسكري أمريكي بدوره ردا على سؤال من فرانس بريس انطلاق صفارات الإنذار وسماع ما يعتقد أنها أصوات ارتطام في محيط مجمع السفارة الأمريكية وقاعدة يونيون 3 المجاورة التي تضم قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش. ويعد هذا الهجوم أول هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد منذ أن بدأت فصائل متحالفة مع إيران منتصف أكتوبر شن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا. طردت إسبانيا 2 من موظفي السفارة الأمريكية لديها تمكنا من اختراق جهاز الاستخبارات الإسباني CIA عن طريق رشوة 2 من ضباطه وفق ما أفادت به صحيفة إل بايبيس. وكان وزراء في الحكومة الإسبانية أكدوا ما ورد في تقرير نشرها أولا موقع إل كونفيدنسال الأخباري عن اعتقال ضابطي مخابرات إسبانيين بتهمة تمرير معلومات سرية إلى واشنطن دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأوردت إل بايس أن الضابطين في CIA أثار شكوك بعد ملاحظة اطلاعهما على معلومات خارج نطاق مسؤوليتهما، رغم أنه لم يتضح حتى الآن طبيعة المعلومات التي مررها. وأضافت أن تجنيدهما تم على يد جاسوسين ينشطان في مقر السفارة الأمريكية، وقد جرى طردهما منذ ذلك الحين. وكشفت إل بايس أن وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس ووزير الخارجية خوسيه مانويل الباريس طلبا بشكل منفصل توضيحات من السفير الأمريكي. أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية أن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على سلم ريختر هز وسط العاصمة مكسيكو سيتي. وذكر مراسلون أن سكانا خرجوا إلى شوارع العاصمة إثر إطلاق الإنذار. وحسب هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية فإن الزلزال جاء بعمق 44 كيلومتر وشعر به سكان العاصمة المكسيكية مكسيكو، في حين لم يتم إعلان وقوع إصابات أو خسائر بشرية في المناطق المحيطة بمركز الزلزال.
ويقع مركز الزلزال في ولاية بيوبلا إلى الجنوب الغربي من المدينة الضخمة التي يعيش فيها أكثر من 9 ملايين نسمة. وتقع المكسيك بين 5 صفائح تكتونية تجعل تحركاتها البلاد من الأكثر تعرضا للزلازل في العالم، خاصة على ساحل المحيط الهادئ غربا. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد إريتريا يلقي كلمة في مؤتمر المناخ. اختتام منافسات الكتابة التي نظمها الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. السيطرة على أسراب الجراد في مديرية الرعتة. هجوم ب3 صواريخ يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد. أسبانيا تطرد 2 من موظفي السفارة الأمريكية. زلزال بقوة 5.8 درجة يهز وسط العاصمة المكسيكية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.